السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذنب خطير جدا يرتكبه بعض الناس في يوم الجمعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الجمعة لها فضل عظيم لا يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أي في الساعة الأولى قبل صلاة الجمعة، فكأنما قرب بدنه، كأنه اشترى جمل وتصدق به بفضل الله. ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنه تصدق ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ما شاء الله. بل وعند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، يعني ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة ومشي ولم يركب. طب لو المسجد بعيد خالص ما فيش مشكلة، ممكن نركب أوبر أو مواصلة أو ميكروباص، أو لو معاك عربية بتركبها وتوصل لقبل المسجد مثلا ب 200-300 متر وتنزل تتمشى شوية دول بفضل الله عشان تطبق هذا الحديث. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام، قرب من الإمام، يخش بدري يبقى يروح في الصفوف الأولى، تمام، واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من البيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تخيلوا حضراتكم لو رايح إلى المسجد هيمشي مثلا 500 خطوة يتكتب له عبادة 500 سنة صيام وقيام. لو 1000 خطوة يتكتب له عبادة 1000 سنة صيام وقيام بمرة واحدة يذهب بها إلى الجمعة بفضل الله، يغتسل ويذهب مبكرا ويمشي على قدميه بفضل الله. المرأة هتصلي الظهر في يوم الجمعة، تصلي الظهر في بيتها في نفس توقيت صلاة الجمعة ولها أجر الرجل كاملا بفضل الله. لكن هناك بقى بعض الرجال الذين لا يعلمون قدر صلاة الجمعة يفرطون فيها، وقد حذر النبي من ذلك أشد التحذير. واستمعوا بقى لتلك الأحاديث. ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وفي رواية أحمد بسند صحيح: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات. وهذا من كمال رحمة المولى عز وجل إن النبي قال كلمة متواليات. من ترك الجمعة 3 مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. يعني إيه طبع الله على قلبه؟ يعني أغلق عليه كل أبواب الخير ومنع وصول الخير إلى قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كمال رحمة المولى عز وجل أن النبي ذكر كلمة متواليات، لأن المسلم ممكن على مدار حياته كلها ممكن يترك الجمعة مش 3 مرات، ده ممكن يتركها 10 مرات. بس العذر، يعني مثلا لو عاش 60 سنة من ساعة ما كلف لحد ما مات، ممكن في مرات يكون مريض، ممكن يكون في أوقات معينة يكون عنده ظرف قهري إلى غير ذلك فيتخلف عن الجمعة أكثر من مرة. لكن النبي هنا حدد كلمة متواليات، يعني ورا بعض. اللي يترك 3 صلوات جمعة مرة يعني ورا بعض متتاليات، الجمعة دي يتركها ثم الجمعة التي تليها ثم الجمعة التي تليها 3 مرات، لأن من فعل ذلك دل على استهانته بقدر صلاة الجمعة. أما من تركها لعذر أو مرض فلا شيء عليه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على صلاة الجمعة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.